قال الله الحاج يا دنيا العنا والمتاعب، كيف قد شاب إعادة في أول شبابه، ما لقينا وراش إلا الفتن والمصايب ذي تجي كل من بالشر لا عند بابه. ما سلمنا ولا سلموا عليش القرايب، بين الأصحاب سيتيها وبين القرابة. من يراقب ويتأمل يشوف العجايب، كيف لا ما حصل زي ما حسبنا حسابه. مرت الناس دي ما فكروا بالعواقب، بعدها كل واحد دي لاحق سرابه. لا صحب صدق نتناصح ولا شور صايب، صابها الله من دور على الشر صابه. أصبح الحال غير الحال والوضع خارب، والديار السعيدة مثل دور الخرابة. أصبح المال مقصد كل شاني، وراقب غاية القوم في جمعه وكيف اكتسابه. والطمع غير الصاحب على كل صاحب، زاد في النفس فيروسه وزاد التهابه. والفتن تجينا من جميع الجوانب، تخلي قليل العقل يفقد صوابه. بعض الأصحاب ماشي له وهو ذي ضارب، واختر الناس بين المحكمة والنيابة. لا اعتبرنا من الماضي ولا بالتجارب، عايشين العمر ما بين دعوى وجابه. ذاك مغلوب في أمره وهذاك غالب، لا تفاهم ولا حكمة ولا شي رقابه. ما حدا ذي يفرق بين موجب وسالب. يا غرابة على هذا الحال يا للغرابة، وين الأصحاب يا حم اللحى والشوارب؟ وين الأعيان وأهل المعرفة والنقابة؟ احزموا صفكم لا يدخلوه الشوايب، والمصلوا على طه النبي والصحابة.